كلمات اوعى تقولها لابنك طول ما هو اقل من 6 سنين. انا امل ندى، اخصائيه تربيه خاصه، وهساعدك عشان تبقي عرفتي تربي. اوعي تقولي لابنك الكلمات دي: كذاب، حرامي، غشاش، بخيل. ليه بقول كده؟ لان المفاهيم دي مش هيبدأ يفهمها غير بعد 6 سنين. طب انت لو لاحظتي عنده ان هو بخيل، ما هو مش بخيل، هو مش عايز يدي اللي حواليه. في طرق تانية مختلفة احنا بنعلمه الكرم، بس هو ما توصفوش بالبخيل. واوعي تقولي له كذاب طول ما هو اقل من 6 سنين، لان دي صفة من صفات المرحلة، ان هو ينسب الحاجة الاول للملكية بتاعته. لو انت متابعيني كنت عرفتي. بعد كده لو حاجة عجبته: هاتها دي بتاعتي، ده بيعمل اسقاط. ولو خد حاجة وخباها في جيبه هو بتاعت صاحبه، مش معناها اللي هو سرقها. احنا بندخل مفهوم الحرامي عنده هو مش فاهم. فلو ما عالجتيش الامر كويس هيسرق فعلا. عشان كده في اطفال فوق ال7 سنين وال8 سنين بيسرق. المفهوم انت اللي حطيتيه، وهنعالج موضوع السرقه في فيديو جاي ان شاء الله. فمن فضلك ما توصفيش ابنك بكلمات غير صحيحه. شوفي خصائص المرحله قبل ما توصفيه حاجات مش فيه، وبكده اكون ساعدتك عشان تبقي عرفتي تربي.